السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أنا سمر من المطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وصفة النهاردة هنعمل الشاورما والتومية السوري، تابع معايا الفيديو للنهاية. عندي هنا علبتين من الزبادي الحجم الصغير، هنزل بيهم على فراخ متقطعة شرايح رفيعة. هنا أنا استخدمت نص كيلو من الفراخ. بعد كده هانزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الليمون. هانزل عليهم بالتوابل، عندي ملح وفلفل وبابريكا وشطة حمرا. هاقلب كل المكونات دي كويس جدًا مع بعض لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض. طبعًا هنسيب الخليط ده أقل حاجة يعني ساعتين. يُفضّل كمان لو إحنا عملناها قبلها بليلة علشان كل الفراخ تشرب التتبيلة، ودي أفضل بالنسبة لي. أنا هنا عملتها قبلها بليلة فده الأفضل. بعد كده هنحضّر مع بعض التومية بطريقة سهلة جدًا، وطبعًا تحية كبيرة لأهلنا في سوريا. عندي معلقتين كبار هرميين من النشا، هننزل عليهم بكوباية من المَيّة اللي هي حجم 250 مِلِّي، المُج الشاي بتاعنا العادي اللي في البيت، ونقلّب كل المكونات دي على البارد قبل ما نرفعها على النار، علشان خاطر ما يحصلش أي تكتلات في النشا. لازم نقلّبه على البارد الأول، بعد كده هنرفع النشا ده على النار. شايفين الأول بتبقى محجرة شوية، بعد كده النشا بيدوب معانا بسهولة. قلبيه كده كويس لغاية ما تحسي إن النشا اختفى تمامًا من تحت. بعد كده ارفعي على النار، طبعًا مع التقليب المستمر علشان خاطر ما يعملش معانا كتل. هنفضل نقلب كتير على النار لغاية ما يعمل معانا قوام متماسك. أهم حاجة نقلب كويس جدًا، ما نوقفش خالص، يعني نفضل نقلب كده لغاية ما نحس القوام ابتدى يتقل معانا. شايفين بالشكل ده؟ أفضل أقلّب، ما تسيبيش الخليط خالص، افضلي قلّبي كده لغاية ما كل القوام يتماسك مع بعضه. وأهم حاجة النشا يا جماعة يستوي كويس. إزاي هيستوي معانا كويس؟ أنا هافضل أقلّب فيه كتير على البوتاجاز لغاية ما يبقى لون الخليط بتاع النشا شفاف، لونه أبيض فاتح، علشان خاطر ما يبقاش طعم النشا واضح معايا في التومية. تفضلي قلّبي كده لغاية ما تلاقي اللون بتاعه شبه الفازلين كده، لونه فاتح كده ولونه أبيض. شايفين بالشكل ده؟ طبعًا أنا هنا يعني حسيته لسه عايز شوية، فأهم حاجة إن تحسي النشا يعني الطبخ معاكِ حلو. أنا هنا خلاص كده رفعته من على النار، هابتدي أقلّب كده شوية أطلّع منه البخار بتاع المَيّة، وبعد كده هاحطه في حاجة على جنب يبرد، وبعد كده نغطيه ونركنه لمّا يبرد تمامًا علشان نستخدمه. طيب، أنا هنا عندي 4 فصوص من التوم، عليهم فنجان من اللبن، وهابتدي أضرب التوم واللبن الأول لوحدهم علشان خاطر أتأكد إن التوم التوم اتفرم كويس. وطبعًا الخطوة دي علشان التوم ما يبقاش واضح معايا لمّا يعني نعمل الصوص بتاع التومية. شايفين كده ما فيش أثر للتوم. هانزل بخليط النشا اللي إحنا عملناه بعد ما برد، وبانزل ب3 معالق كبار من الزيت. تمام، وبنضرب الخليط ده في الخلاط. شايفين أنا هنا بعد كده حطيته في الكبة، لقيته أفضل، يعني الكبة أفضل من الخلاط. شايفين القوام؟ طبعًا أنتِ لو حسيتِ القوام سميك معاكِ تقدري تضيفي لبن بالتدريج لغاية ما تاخدي القوام اللي أنتِ شايفاه مناسب. عندي طاسة أو جريلا وهانزل عليها بالفراخ. الأول بادّي للفراخ صدمة كده وتشرب السوايل الموجودة اللي فيها، يعني مش هتشرب كل السوايل، ولكن بس إحنا عايزين نعمل لها صدمة كده في الطاسة، ونسيبها بس كده يعني تبتدي تاخد تقليبة كده بدون أي مواد دهنية. بعد كده هنضيف معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار، مش هنكتر لأن الفراخ أصلا على الزبادي بتبقى فيها نسبة دهن. قلبي كل المكونات دي، قلبي كل المكونات دي كويس. عندي هنا بصل متقطع شرايح وفلفل أخضر متقطع شرايح، تقدري تضيفي فلفل ألوان. أنا طبعًا هنا ضِفت، بس معلش المقطع ده ما اتصوّرش. أنا ضِفت كبدة بتاعة الفراخ. شايفين اللون الأسمر ده كبدة الفراخ نفسها، قطّعتها مع الشاورما.
طعمها يا جماعة مع الشاورما طعمها خطير جدًا، جرّبوا كده تقطّعوا الكبدة بتاعة الفراخ وبعد كده تعملوها في الشاورما، طعمها مع الفراخ نفسها جميل جدًا. عندي عيش شاورما، تقدري تستخدمي العيش الفينو أو العيش الشامي، أي عيش أنتِ تفضّليه. أنا هنا استخدمت العيش بتاع الشاورما ودهنت بيه طبقة من التومية، وبعد كده هانزل بجزء من الفراخ اللي إحنا عملناها. أنا عايزاكم بس تجرّبوا طعم الكبدة بتاعة الفراخ، بجد الطعم خطير جدًا، طعم الفراخ مع الكبدة كده mix حلو جدًا. تقريبًا الخطوة دي ما حدش عملها قبل كده أو ممكن يكون حد عملها، بس فعلًا mix الكبدة مع الفراخ طعمها جميل جدًا. هنخلّص كل الكمية اللي إحنا بنعملها دي وهنبتدي نحمّر الكريب. طبعًا ممكن تقدري تحمّريه بدون أي مواد دهنية، ممكن تستخدمي الجريل على كده أو بعد ما تنزّلي منها الخليط بتاع الفراخ. أنا بس هنا استخدمت مواد دهنية، تمام. وبعد كده شايفين أنا استخدمت معلقة زيت بس، وهانزل عليها بالشاورما علشان تاخد لون حلو. طبعًا أنتم ممكن تفتحوا لون الشاورما عن كده، معلش هي غمقت مني شوية، بس أنتِ ممكن تعملي لون الشاورما أفضل من كده. شايفين يعني هو اللون غمق شوية، بس أنتِ ممكن تعمليه أفتح من كده. بس الطعم يا جماعة والله خطير، التومية ناعمة وكريمية جدًا، هتعمليها بكل سهولة. وطبعًا لو أنتِ لسه مبتدئة في المطبخ هتعملي الشاورما بكل سهولة. هاعمل لكم في فيديو جديد إن شاء الله طريقة عمل العيش السوري، العيش ده أنا اللي عاملاه، هنعمله مع بعض مرة كده في فيديو لوحده متخصص. شايفين هنا أنا لمّا قطّعت الشاورما كل حاجة مستوية جدًا، طعم الشاورما خطير جدًا. طبعًا لو كنتِ وصلتِ بقى معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك مني كل جديد. هاسيبكم بقى مع الشاورما، سلام عليكم.